تخيل إنك تبقى دكتور في وحدة صحية صغيرة في قرية هادية، ويجيلك أب شايل بنته وهي قطع النفس وبيقولك دي ماتت لوحدها، طلع لها شهادة وفاة. بس أول ما تبص عليها تحس إن في حاجة غلط. الدكتور سأله عندها كام سنة؟ قاله 17. البنت شكلها مش بنت 17 سنة أبدا، جسمها يابس، جلدها لازق في عظمها، وكأنها ست مسنة معدية 70. هنا الدكتور عرف إن القصة ما كانتش وفاة طبيعية، كانت جريمة اتعملت على مدى بعيد، ولو الجثة هتتكلم هتقول أهوال. سارة عندها 17 سنة، من قرية خزام، مركز قوس، محافظة قنا. بنت زي أي بنت، بس اتولدت في عيلة مفككة، أب وأم متطلقين من سنين، وخناقات على الحضانة وشد وجذب من الطرفين. والبنت هي الكورة اللي بتترمي من ملعب لملعب، شوية عند أمها وشوية عند جدتها وشوية عند أبوها اللي اتجوز واحدة تانية. ولا أي بيت من دول كان بيتها، ولا أي مكان كان أمان ليها. الأب دخل معركة قانونية علشان ياخد حضانة سارة. ناس كتير سألت هو ليه مصر على الحضانة؟ هل فعلا سارة فارقة معاه كده؟ وفي الآخر المحكمة قالت كلمتها، والأب كسب الحضانة وسارة دخلت بيته. بس ما دخلتهوش بنته وأبوها وهيعيشوا مع بعض في سلام، دخلت كمسجونة وأبوها هو السجان. بحسب التحقيقات تعنيف الأب كان متكرر ومستمر، ضرب وإهانات وحرمان من أبسط حقوقها، لحد ما سارة فاض بيها وعملت حاجة غير متوقعة. سارة هي قاصر ولسه ما عملتش حتى بطاقة، راحت حررت محضر ضد أبوها، قالت فيه إنه كان رابطها، ومن يوم ما راحت له وهي محبوسة وبتتعرض للتعذيب. المحكمة حكمت لها والأب اتحبس. اللحظة دي كانت نقطة التحول لسارة والنجاة من كل العذاب اللي كانت فيه. بس للأسف أهل الأب ضغطوا عليها، مرة بيهددوها ومرة بيحاولوا يقنعوها، كسروا البنت نفسيا، وفي الآخر سارة نزلت عن المحضر وخرج الأب ورجعت سارة تعيش معاه. ومن هنا القصة دخلت مرحلة أسوأ بكتير. بحسب أقوال الجيران وأهل الأب عمل قفص حديد جوه أوضة مقفولة في البيت، وحفر حفرة في الأرض عشان تبقى الحمام بتاعها وما يبقاش ليها حجة تخرج برا الأوضة. ربط سارة من رجلها في الحيطة وسابها أكتر من 1 سنة وشهرين، من غير أكل كفاية، من غير مية كفاية، ومن غير شمس، ومن غير بشر. والسؤال هنا هي عملت إيه لكل ده؟ والسؤال الأهم إزاي كل ده يحصل ومحدش يتكلم؟ الأم كانت بتتصل تسأل عن بنتها، مرة يقول لها مش عارف مكانها، مرة عند قرايبي، ولا مرة شافتها ولا سمعت صوتها، ولا مرة راحت تجيبها منه بالقوة. 1 سنة وشهرين وسارة أكنها اختفت من الدنيا، ما سألتش مرة نفسها بنتي فين وحصل لها إيه. يوم 12 يناير 2026 الأب شايل جثة بنته وراح بيها الوحدة الصحية في القرية. الطبيب شافها وشم ريحة مش طبيعية، قال للأب إن لازم تروح بيها مستشفى قوس المركزي. وفي المستشفى أول ما تم الكشف عليها حسوا إنها شبهة جنائية، والشرطة تتبلغ فورا والأب يتحفظ عليه. بحسب التقرير المبدئي للطب الشرعي، هزال كامل في الجسم، جفاف تام، عفونة داخل البطن، ودي مؤشرات إن البنت ما أكلتش ولا شربت فترة طويلة جدا وهي حية. إصابات في فروة الرأس، وفي منها اللي وصلت لدرجة العفونة، وأثار تعذيب جسدي مستمر لشهور كتير. الطب الشرعي قالها صريحة دي وفاة جنائية. في اللحظة اللي سارة وصلت فيها المستشفى ما كانش فيه بنت ميتة وخلاص، كان فيه دليل إدانة، جسم صغير ناشف وهزيل خالي من أي علامة تدل إنها كانت على قيد الحياة. جسم مش بيحكي عن موت مفاجئ، بيحكي عن موت بطيء وطويل. الطب الشرعي قال كلمته الأولى، دي ما ماتتش في يوم، دي كانت بتموت كل يوم شوية، قلة أكل، قلة مية، إهمال وتعذيب، لحد ما الجسم استسلم. سارة ماتت، بس قبل ما تموت كانت محتجزة ومربوطة، ممنوعة من كل أساسيات الحياة. وهنا السؤال ما بقاش مين قتل سارة، السؤال بقى مين سابها تموت.
الأب هو اللي ربط، وهو اللي حبس، وهو اللي جوع، لكن هو ما كانش لوحده. فين الجيران اللي شافوا وسكتوا؟ وفين القرايب اللي كانوا عارفين كل اللي بيحصل وقالوا مش عايزين مشاكل؟ فين الزوجة اللي كانت بتعدي جنب القفص كل يوم؟ فين الأم اللي اكتفت بسؤال في التليفون ومع كل إجابة من الأب كانت لازم تفهم وتحس إن بنتها مش كويسة وفيها حاجة؟ فين الأهل اللي أول مرة لما البنت راحت تعمل محضر ورجعوها تاني لنفس الجحيم؟ سارة ما كانتش محتاجة أبطال، كانت محتاجة إنسان واحد بس يقول ده غلط وحرام وما ينفعش. بنت اتحبست أكتر من سنة في بيت مليان ناس، في شارع مليان بشر، في بلد بتصحى وتنام ومحدش مد إيده يساعدها. سارة ما ماتتش عشان اتولدت في بيت مفكك ولا عشان كان أبوها قاسي. سارة ماتت علشان المجتمع قرر إن الألم اللي ورا البيبان والحيطان ملوش شهود. لو بنت اتربطت 1.5 سنة ولسه محدش بلغ، يبقى احنا بنستنى ايه علشان نتحرك؟ لو الضحية اشتكت علشان حقها في الحياة واتنزلت ورجعت للمكان نفسه بعد ضغط نفسي، يبقى العدالة كانت فين؟ لو كل واحد قال مش شغلي ومليش دعوة، يبقى دمها في رقبة مين؟ سارة مش محتاجة نترحم عليها وبس، هي أكيد محتاجة محدش يتعمل اللي اتعمل فيها ده تاني، لأن القضية دي مش قصة بنت ماتت وخلاص، دي قصة ناس عايشة ولسه بتسكت عن الحق وبتقول مليش دعوة. بس الحقيقة اللي قال مليش دعوة كان ليه دعوة، بس هو اللي اختار السكوت.